سلام سلام، كي راكم دايرين البنات؟ نقول لكم صحه فطوركم. كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشاهدوا في هذا لا فيديو تاع نهار اليوم. جبت لكم هاد الخبيزات يجوا ما شاء الله روعه في البنه، يجونا خفاف فارغين من الداخل بواحد الحشوه ولا اروع. يلا حبيبه ارواحي نروحوا نحضروهم مع بعض. نبدو على بركه الله. انا عندي هنا كاس تاع الحليب اللي يكون دافي، ندير معاه ملعقه ماشي معمره تخميرة الخبز، ولا نتيا ديري نصف ملعقه كبيره. ها هي. ندير معاها مغرف تاني تاع السكر، وندير معاها ربع كاس تاع الزيت. الكاس دائما حبيبتي اللي تعبري به من الاول تمشي به. درت ربع كاس تاع الزيت، وندير لها هنا حبيبه تاع البيض، ندير لها بياض بيضه، والصفار نخلوه جانبا. نجي انا هنايا ونخلط جميع المكونات تاوعي هنايا جيدا، نخلطهم مليح مليح. هذاك الحليب مع بياض البيض مع الزيت نخلطهم مليح 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 باش نولي نضيف لهم الفارينه. هنا الفارينه راح تدينا من 2 كيسان حتى 3 كيسان. كما تعرفي حبيبتي كل فارينه كاين اللي تشرب كاين اللي لا. نبقى نضيف الفارينه بلا ما نسوا الرشه تاع الملح. درت هنا الملح وندير الفرينه تاعي بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. نلم لاباط تاعي هنا جيدا. وصفه سهله وخفيفه واكيد بنينه، وهذا ما يوالم يومياتنا الرمضانيه. يلا اختاه ما تنسيناش بالجيم. هنا بعد ما لميت لاباط تاعي شوفوا ما شاء الله، راني لميت لاباط تاعي. دوك نعطيها غير هكا دلكه خفيفه باش نليسي لاباط تاعي باش نخليها تخمر. شوفوا لاباط راها تلصق في الايدي، ما راهاش ناشفه يابسه، ما راهاش. درت هنا شويه هكا تاع الزيت باش كي تخمر معايا ما ديرليش هذيك لاكروت من الفوقه. درت شويه تاع الزيت ونخلي لاباط تاعي تخمد. نروحوا نحضروا مع بعض الحشوه. الحشوه ميمه هنا عندي حبيبه تاع البصل كبيره، حبيبه تاع الطوماطيس، عندي كميه من اللحم المرحي تاع الدجاج، عندي شويه تاع الزيتون ايفيلي، درت الثوم، درت شويه تاع الحروم، درت لي زيبي سبيسيال تاع الشاورما، شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع سكينجبير كيما راكي تشوفي حبيبتي. وهنا غادي نخليهم كيما قلت يطيبوا، ونقعد هكا غير بالملعقه هكا نخلط فيهم حتى تطيب معايا الحشوه. وكيما نقول لاختي دائما الحشوه تقعد لك اختياري. اي شيء عندك في المنزل احشي به. ممكن ديري غير شكشوكه، ممكن ديري هكا فلفل اخضر مقطع مع شويه تاع الدجاج والبصل، كفته. الشيء المتواجد عندك في المنزل ديريه. نخلط جميع المكونات كيما راكي تشوفي ميمه، ونخلطهم مليح 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 ونخليهم يطيبونا على نار متوسطة. شوفي هنا حبيبتي بعد ما اطلق لي هذيك اللحم ودابت معايا هذيك البصل والطماطم، جدبت لها هنا نضيف لها ملعقه كبيره تاع طماطم هكا مصبره، ونضيف لها ملعقه صغيره تاع الفلفل الاحمر. نخلطها هنا مليح مليح هنا مع بعض، ونخليها تنشف معايا تماما. كي نشوفها نشفت معايا وطابت لي نطفي عليها ونخليها تبرد لي. حشوه سهله واكيد بنينه. هنا ممكن تضيفي لها فخوماج هكا، انا ما غاديش نضيف لها حتى كي ندير لاباط ونعمرها لداخل بالفرماج. نروحوا نشوفوا لاباط تاعنا. ها هي العجينه تاعنا بعد ما خمرت وضعف الحجم تاعها. نجي انا هنا نديغازيها ونحطها فوق البلون دو طرافاي تاعي ونقطعها هكا كريات. لاباط راها ما شاء الله راها خامره وراها طريه كما راكم تشوفوا. نجي مقطعها هنا الكريات على حساب اللي بغيتي نتيا تكبري ولا تصغري في الخبيزات تاعك. انا غادي نديرهم متوسطين. قطعتهم هكا كريات. الوزن تاع الكريه حوالي 50 غرام. نشكلها هكا كريات صغيره باش نروح نحشوهم مع بعض. هاد الخبيزات يجونا ما شاء الله يجونا فارغين من الداخل وبنان بهذيك الحشوه بزاف بزاف بنينه.
وهذا ما يوالمنا في رمضان. الله الله، هاد مع ديك الغرفيه تاع الحريره بل خفت الشبعي حبه مع بول تاع الحريره اي وتجي نايضه. نكمل انا كاع الكويرات تاوعي. وهنا ميمه بعد ما كملت كاع هذوك الكوريات كيما راكم تشوفوا غادي نجيب ندير الكفته تاعي اللي كانت بردت معايا. ها هي شوفوا هنا الشكل تاعها. ونجيب هنا عندي فخوماج، اي فخوماج عندك انت متواجد ميمه في المنزل احشي به. عندي هنا شويه تاع الكومونبير، شويه تاع الفخوماج غابي كيما بغيتي، اي جبن عندك ديريه. تاني تاع المثلثات راح يجي بنين. نجيب انا الكريه ندير لها شويه هكا تاع الفرينه. الكريه راها لاباط راها طريه، ديري الفرينه ميمه وحلي لاباط تاعك ونحلها هنا على شكل دائره، بصح نحلها شويه بالطول. رقي ميمه لاباط باش الخبيزات تاعك يجوك خفاف ويجوك فارغين من الداخل. ولا بغيتي الخبيزات تاعك هكا مقطنين غلظي في لاباط. كما تعرفوني انا دائما نبغي المملحات تاعي يجوا فارغين ويجونا خفاف. هنا نزع كاع هذاك الفائض تاع الفرينه ونجيب كميه من الحشوه اللي خدمناها مع بعض. ندير هكا نعمرها بالحشوه وندير لها شويه تاع الجبن ونغلقها. عمليه سهله وبسيطه. يلا ميمه اللي راكي تشوفي في لا فيديو تاعي تاع نهار اليوم وصلتي حتى لهنا، يلا ما تبخلينيش اختي بالجيم. واكيد الى عجبتك الوصفه تاعي تاع نهار اليوم يلا البنات حطوا لنا الجيم وبارطاجوا لنا هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء هكا باش تكمر اللمه تاعنا. ما تنساوش تاني تخلوا لي تعليق، راني نقرا كاع تعاليقكم ما شاء الله عليكم ونقول لكم ربي يحفظكم. نجي هنايا نبلع هذيك الحبه تاعي بهذه الطريقه، نبلعها كيما السوفلي والجهه اللي بلعناها منها هي اللي نحطوها عليها. شوفي هنا ميما نوريك هكا نقرب لك تشوفي الحبيبه ما شاء الله عليها. نزيد نخدم معاكم هنا حبيبه اخرى. نجيب هكا الحبه تاعي عفوا الكريه نحلها عادي. هنا اي نوع بغيتي ديريهم كيما لي سوفلي كيما بغيتي حبيبه. الشكل دائما تاني يقعد لك نتيا كيما بغيتي ديريهم مثلثات. بغيت نشارك مع اختي هذه الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. تعرفوني اي حاجه نديرها هكا نبغي نشاركها معكم. درت شويه هكا تاع الجبن ونغلق عليها بهذه الطريقه كما راكي تشوفي حبيبه. هذا هو الشكل النهائي تاع الحبيبه تاعي. انا غادي نكمل كاع هذوك الكريات ونشوفوهم مع بعض. وهنا ميما ها هما الخبيزات تاوعي. بعد ما كملت درت هنا الصينيه اللي تروح للفرن وبهكا ستفتهم في الصينيه تاعي. جبت انا هنا داك صفار البيض اللي بقالي من قبل ونطلي كاع الوجه تاع الخبيزه تاعي. درت معاه ملعقه تاع حليب هذاك صفار البيض وراني نطلي في الخبيزات تاعي. كيما نقول لك هنا حبيبتي التزيين يقعد لك هكا اختياري كيما بغيتي ديري شويه تاع سينوج بغيتي ديري جنجلان كيما بغيتي حبيبتي. انا هنا غادي نجيب عندي حبيبات تاع الزيتون هكا نزينهم بحبيبات تاع الزيتون. والتزيين مما يقعد لك اختياري. نكمل كاع اللي عندي. وهنا غادي نضيف لهم شويه تاع السينوج وهذا تاني اختياري. درت شويه تاع السينوج ودرت شويه تاع الجنجلان. هادو هما الخبيزات تاعنا لنهار اليوم. نتمنى ان شاء الله اخواتي الفيديو هذا البسيط تاع نهار اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوناش بالجيم ونقول خواتاتي اللي داخلين عندي جدد نقول لهم الف مرحبا بكم. وها هما الخبيزات تاعي لنهار اليوم راهم حاضرين معنا. انا كنت سخنت الفرن تاعي يحمالي لدرجه حراره 150. خليته حمام مليح 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 باش ندي هاد الخبيزات يطيبوا لي على نار متوسطه. نطيبوهم من الاسفل كي نشوفوهم حمارونا وطابونا نشعلوهم من الاعلى. هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. انا ديت الخبيزات تاعي يطيبوا لي ونشوفوهم انا وخواتاتي على طاوله التقديم. وهنا ميمه هادو هما الخبيزات تاعي لنهار اليوم راهم حاضرين معانا. ما شاء نقول لك راهم يشلفطوا وديك الريحه اللي راها طالعه ولا اروع. شهيتكم ان شاء الله في الجنه. جو ما شاء الله جو محمرين طريين فارغين من الداخل. حاجه سهله وبسيطه.
كيما راكي تشوفي حبيبتي ما شاء الله. هنا راهم عاده حامين. نجيب هنا نوريكم حبيبه هنا كي جاو ما شاء الله. نقسم معاكم هنا كيما العاده والعوايد حبيبه تشوفوها كي جات من الداخل. شوفوا جاو تحصلنا على هذاك اللون الذهبي. طابونا ما شاء الله لاباط خفيفه وطريه دوب الذوبان. هادو هما الخبيزات تاوعنا تاع نهار اليوم. غادي نقسمها معاكم وتشوفوها كي جات. راها طريه وراها عاده حاميه. شوفوا ما شاء الله جات تشهي وفارغه من الداخل. ما بقى لي الا نقول لكم اخواتي اتهلاو في رواحكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.